1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لايف جديد بعد انتهاء مباريات اليوم. النهاردة نادي الزمالك بيتربع على الدوري 43 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبيراميدز. اتكلم معاكم بقى واحدة واحدة كده علشان النهاردة يوم حافل في الكلام والحوارات، وعندنا مداخلات مهمة جدا جدا جدا، وعايزين آرائكم بقى. ايه اللي بيحصل في الدوري؟ وايه اللي بيعمله جمهور الزمالك ده؟ جمهور الزمالك بيعمل ايه؟ جمهور الزمالك هو بطل الموسم، هو فتى الشاشة، حاجة يعني عظيمة بدون مقدمات، خد السبق في كل حاجة. الزمالك النهاردة سيبك من الأداء، سيبك من كل حاجة، لكن نادي الزمالك بيفوز ب3 نقاط غالية مهمة جدا، هي الأهم في بطولة الدوري. ليه أهم؟ لأن أنت لما بتكسب فرق كبيرة وماتشات كبيرة، الماتشات دي بتبقى صعبة جدا جدا جدا. شوف نادي الاتحاد النهاردة كان ند قوي جدا للنادي الزمالك، وشفنا قفشة. حبيبي يا إيهاب، أنت اللي منور يا بوب. هنتكلم على التحكيم، هنتكلم على فوز الزمالك النهارده، هنتكلم على حاجات كتير جدا، لكن خلوني نكلم خليها بقى مفاجأة بقى. نكلم نجمنا الكابتن أحمد سليمان عشان نقول له ألف مبروك يا كابتن أحمد، فوز مستحق وفوز كبير. رغم ان انا شفت النهارده لعيبه الزمالك خارجه مش راضيه عن الاداء وبيتكلموا مع بعض اكنهم متعادلين، لكن ناصر منسي كان ليه راي اخر. كابتن احمد سليمان، اهلا بيكم، مبروك الفوز النهارده والتربع على القمه. الله يخليك يا كابتن مهيب، ربنا يخليك يا حبيبي، والحمد لله مبروك لجماهير الزمالك الفوز الثامن على التوالي. ربنا يكرم ان شاء الله مباراه انبي ونخش الدور الثاني ان شاء الله، نكون احنا متفوقين ب3 نقاط باذن الله او اكتر باذن الله. طيب كابتن احمد، قول لي ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي؟ يعني نادي الزمالك من فريق ناقص العدد، من فريق يمكن كل نجومه كانت مصابة، كان في مشاكل. الفرقة ما شاء الله قدرت تلم نفسها بقيادة معتمد جمال. الجمهور التف حوالين نادي الزمالك في ملحمة كبيرة جدا، وده مش غريب، ده مش غريب على جمهور نادي الزمالك اللي دايما بيكون موجود في الوقت الصعب. النهارده جمهور الزمالك كان هو رقم 1، ما كانش رقم 12، كان رقم 1 في المباراة. طبعا لازم نعرف الترند كبير قوي على المستوى الافريقي والعربي والمصري. نادي الزمالك وشعبيته وجماهيره ادي دافع كبير جدا لتحسن نتائجه دايما. النهارده الجمهور الزملكاوي بيعمل ملحمه كبيره جدا. انا مش عايز اقول دايما الجمهور رقم، بيقول لك رقم 12، لا ده هو النهارده واللي قبله واللي قبله واللي قبله رقم 1. دفعه غير طبيعيه النهارده، ان مقارنه كان جمهور الزمالك 20,000، لو في اكتر من 20 النهارده كان جه اكتر. مش عايز اقول لك كان في ناس بره اكتر من اللي جوه، بس التذاكر كانت خالصه. والنهارده التشجيع من قبل المباراه والدخلات بتاعت الجماهير والحماس طول الوقت، حتى وقت الدروب بتاع الفريق بتلاقيه بيشد من ازر الفريق، بيحاول يشجعه. ده النسبه الاكبر من سر الانتصارات ال8 توالي على 8 مباريات على التوالي نادي الزمالك، جماهيره وحلاوته والروح الكبيره اللي موجوده بين اللعيبه اللي وصلت من خلال الجمهور. الروح الموجوده داخل الفريق دي، الجمهور ليه دور كبير جدا 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 في الموجود، ومتواجدين. وانت شايف بعد كل مباراه بيروحوا اللعيبه للجماهير ويحيوهم وبيشجعوهم اكتر. طبعا الحمد لله
معتمد ليه دور جدا على المستوى الفني، فرق جدا. عشان تعرف بس الناس ان المدير الفني ما هوش مدير فني وخلاص. اهم حاجه في المدير الفني يقدر يعمل 11 لعيب متنجس مع بعض يلعبوا في المباراه، يقدر يعمل التغييرات اللي بتفرق. والتغييرات اللي كان في اول ربع ساعه في الشوط الثاني كان فريق الاتحاد مسيطر على الكره في نص الملعب. التغييرات اللي عملها معتمد حول الكفه تاني، الزمالك قدر يسيطر على نص الملعب تاني، قدر يهاجم تاني، يضيع اكتر من 3 فرص. كان عدي نزل ربع ساعه و10 دقائق ضيع فرصتين لوحديهم يعني. طيب كابتن احمد، يعني خليني اتكلم في جزئيه مهمه جدا جدا جدا. يعني انا شايف ما شاء الله مجلس اداره نادي الزمالك بيحضروا المباراه كلهم مع بعض. هل آن الاوان للالتفاف والتلاحم ونسيان اي مشاكل ونسيان الماضي والتركيز مع نادي الزمالك والتركيز مع فرقه الكوره وفتح صفحه جديده مع الجميع، مع كل مجلس الإدارة، تبقوا كلكم إيد واحدة، ما تبقوش 11 ولا تبقوا 12، تبقوا كلكم مجلس إدارة نادي الزمالك؟ طيب احنا كلنا زملكاويه، مجلس الزمالك كله ناس زملكاويه محبين للزمالك، كانوا لاعبين سابقين، اعضاء سابقين، ناس في مجالس اداره قبل كده. النهارده على يميني 2 من الناس القيمه والقامه في مصر، وورايا ناس ثانيه، الاستاذ محمد اتريبي رئيس البنك الاهلي، استاذ ابو الفتوح من الناس رئيس البنك، نائب رئيس بنك النادي الاهلي، البنك الاهلي نفسه موجودين. الناس كلها بتشجع نادي الزمالك النهارده، كلنا زملكاويه، كلنا عايزين نكسب وكلنا عايزين الزمالك في احسن حال. الزمالك دايما بيجمع كل الناس، يعني ده على مستوى المصريين بس. لما في وقت الاخفاقات او حاجه تلاقي كل المصريين بيبقوا مع بعض. فنادي الزمالك كل الجماهير موجوده، واحنا كمشجعين زملكاويين قبل ما نكون مسؤولين كلنا بندور على مصلحه نادي الزمالك بصرف النظر نختلف عن اي شيء. طيب يعني انا شايف الزمالك المباراة القادمة، الزمالك ليه 7 مباريات. ال7 مباريات طبعا في 6 مباريات ضرب نار، مش 6، هم ال7 ضرب نار. لكن لما ننتقل لمرحلة التصفية، الزمالك هيلاعب الاهلي، والزمالك هيلاعب بيراميدز، والزمالك هيلاعب سيراميكا، والزمالك هيلاعب المصري، والى الان ممكن يلاعب سموحه. يعني محدش عارف الفريق السابع هويته ايه. لكن دخلنا في المطبات الصعبه اللي هي خلاص الدوري بقى زي الكاس، المباراه ليها ثمن. يعني بتمنى ان كل واحد لو في اي حتى خلاف بسيط، ان كل واحد يعني يجنبها جانبا، ويبقى مصلحة الزمالك هي رقم 1. يبقى حضرتك بتبص على اسم نادي الزمالك، حسين لبيب بيبص على اسم نادي الزمالك، هشام نصر بيبص على اسم نادي الزمالك، هاني شكري بيبص على اسم نادي الزمالك، وبقية الأعضاء. يعني مش عايز أنسى أي حد. بص يا مهيب، بالنسبه لل7 ماتشات اللي جايين دول فاضل لنا مباراه مهمه جدا جدا مع انبي نختم بيها الدور الاول بصرف النظر عن نتائج الفرق الاخرى. اكون متفوق واخش الدور الثاني اكون متفوق عن المنافسين اللي هي في ال7 6. تاني حاجه انا معاك كابتن احمد سليمان، لو عايزين تسالوه اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتات بعد اذنكم. اتفضل يا كابتن. ال6 الفرق التانيين عندهم نفس الضغوط اللي على الزمالك. طبعا طبعا هم عندهم نفس الضغوط، الاهلي عنده، المصري عنده، بيراميدز عنده، فكل ده الحمد لله موجود. محتاجين الدعم القوي جدا، واتمنى طبعا زي ما الاتحاد الكوره والدوله فتحت للجماهير النهارده بالعدد زياده، اتمنى الدور الثاني يزيد اكتر، ويبقى مثلا مباراه الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز والاهلي والمصري يبقى الاستادات كلها، لان ده جزء فني نفسي. طب يعني اشمعنى المباراه دي اللي الجماهير اتفتحت ليها بزياده، ولا هي بقى عرف في هم قرروا من التاريخ قريب ان يبقى 40,000 مع محمد طارق جنب عمال يلاقيني 20 الاستاد القاهره بالذات يعني، وبرج العرب. ايوه انت عارف عن ساعه الاستادات يعني. بس المصلحه تبقى بالنسبه لنا برضو برج العرب. انا بس ليا مناشده من اتحاد الكوره، النادي المصري والنادي الاهلي اتراعى نفسيتهم في الاحداث السابقه، وبسببها استاد بورسعيد اتهد، وده تقدير من الدوله المصريه لجماهير الاهلي والمصري الحدث المؤسف اللي حصل. اتمنى انه الدور الثاني ما يبقاش للزمالك مباراه في الدفاع الجوي،
جزء نفسي عندنا كلنا، ويمكن شاف التشجيع الجماهير. اتمنى ان المسؤولين يراعوا بعد كده نادي الزمالك زي ما حصل احداث المصري والاهلي بورسعيد. ايوه بس خلي بالك يا كابتن، خلي بالك ان في نظام في القرعه وفي نظام في الدوري. يعني انت مثلا حضرتك لو لعبت مثلا سيراميكا الماتش الاول على ملعب سيراميكا، الماتش الثاني هيبقى ملعبك. لو لعبت المصري على بصرف النظر، انا دلوقتي قرعه جت ما جاتش، لازم الزمالك يستبعد مباراه ملعب الدفاع الجوي. مع احترامي يعني مع احترامي، انا شعور جماهير الاهلي والمصري تراعي، لازم شعور لجماهير الزمالك. وانت شفت الجدل وانت راجل اعلامي وبترصد، رصدت المره اللي فاتت ان في اعتراض جمهور الزمالك مش عايز يروح. حدث 21 واحد من جماهير الزمالك ده. فاتمنى لو جت القرعه الدور الثاني ان مباراه بيراميدز او اي مباراه، لا يراعي ان الزمالك زي الانديه الثانيه بهذا الملف. لا خلي بالك، انت لعبت بيراميدز في الدفاع الجوي، الماتش الجاي هتلعبه في استاد القاهره. ايوه هو ده النظام. الدور الثاني بتاعنا، انا عارف ان هو بتاعنا. لكن انا بقول لاي احداث، ايوه احنا طلعنا الماتش اللي فات مش مبسوطين رغم المكسب. كان هذا الموضوع كان لازم يتراعى. فانا بقوله للمستقبل، يحصل حاجه الاستاد يبقى فيه، ما ليش المباراه بتتنقل لي مباراه الدفاع الجوي. طيب كل الناس بتسالني، اسال الكابتن احمد سليمان ليه المخرج ما جابش الدخله بتاعت جماهير نادي الزمالك. ما هو في هجوم عليه، ما دي حاجه يعني برضه هنشوفها ايه السبب يعني. المنظر ده هو اللي بيدي شكل للدوري المصري وحلاوه، والجماهير حتى المسؤول صاحب القرار اما بيلاقي المنظر الحلو ده بيزود من الجماهير وبيقول احسن، ده الناس دي محترمه والناس دي بتقدر وبتعمل شكل حلو للدوري المصري. الناس كلها النهارده كلنا من صغرنا لكبرنا قاعدين في المقصوره بنتفرج على الدخله، كلنا مصوره فيديوهات. فالمخرج ده فيه لون جدا. انا برضه خرجت كنت بتفرج في الاستاد، لقيت برضه جماهير الزمالك معلقه، ده حقهم. الجماهير بتعمل منظر عالمي، ومن قبل الفطار موجودين ومرصين الاعلام وحاطينها تحت الكراسي والترتيب انت عارف طبعا احنا ما بنخش الاستاد قبلها بيوم عشان نرتب الدخله. فالناس بترسمها بحكم ان هم يعني ايه، مولودين في الدرجه الثالثه يمين وعارفين المكان وحافظين كل واحد، ما بيتمرنوش. فبيجوا بدري قبل الفطار ويفطروا. فولاد شباب حلوين، ويوم جمعه ورمضان ان شاء الله المباراه اللي في العيد الدور الثاني في افريقيا. اتمنى طبعا ان الحاجات دي تطلع كلها. انا النهارده اليوم ان شاء الله هتلاقي الميديا، حتى لو المخرج متعمد، احنا الحمد لله الميديا الزملكاويه جميله، هتلاقيها كلها بتذيع الدخله دلوقتي وكله بيتفرج عليها، لان احنا كلنا كنا بنسجل بامانه ربنا. تمام. الناس كلها بتقول لك عايزين القندوسي وعبد القادر. حاضر، خلينا بالبطوله السنه دي ان شاء الله نختم بطوله الدوري هيبقى دافع كبير، وبطوله افريقيا جوائزها 4 مليون دولار، وبطوله الدوري ليها جوائز، وكل ده الحاجات دي هيكون دافع. اضافه مجلس اداره الزمالك قراره لضم العضويه الشرفيه، استاد الرئاسه الشرفيه الاستاذ ممدوح عباس، الراجل الجندي المجهول جدا جدا الفتره اللي فاتت معانا من يوم احنا ما جينا كمجلس اداره. انا مش عايز اقول لك ما كنت بشرف على الكوره السنه الاولانيه، الدعم اللي الراجل ده كان موجود في ظهرنا، ولا يظهر ولا بيقول. يعني كان الناس بدات تاخد الدور اللي عمله الراجل ده الفتره اللي فاتت. فعلا جه الزمن اللي بيديله حقه ربنا، يعني ايه، ربك كبير بيدي الناس حقوقها. بدا يظهر للناس، كان في بعض الناس بتاخد مواقف من بعض الناس، لكن النهارده الناس الزملكاويه كلها اجمعت على هذه الشخصيه. الراجل ده مش مستني اي حاجه ولا بيدور على اي شو ولا بيعرف ايه اللي بيتعمل، ويعني عايز الزمالك في احسن حال. فانا ان شاء الله بالبطولات دي مع استاذ ممدوح، مع فكر الاقتصاد المجلس الاداره، كل امور الزمالك ان شاء الله الماديه تتحقق. الماتش اللي فات كان فيه 1,000,000 جنيه مكافأة، الماتش ده ما فيهوش حاجة؟ ده ما بيدورش، ده ما تقلقش منه، ما تقلقش. دلوقتي كلم عمر جابر من غير ما نعرف، وعنده كل حاجه على طول. طيب. ما تستناش يعني عمر جابر اللي بيتبلغ بالمكافأة الأول. لا يعني رئيس النادي وكابتن الفريق. طيب. يعني بشكرك. يعني هو الراجل ده بتاع اصول. وما بيعملش غير الموضوع ده بالتنسيق مع اداره الزمالك. انت شفت التويته بتاعته لما قال انا راجل شرفي، لكن مجلس الاداره هو الدور الاكبر وهو اللي بيدير. لكن الراجل زوان بينسق دايما
مع رئيس النادي وبينسق مع كابتن فرقه عشان يفرح اللعيبه تخرج تلاقي رد فعل حلو، دي بتبقى حافز عندهم حتى لو راحه اللي هيروح يعمل اعاده استشفاء، وهو لو ما عندوش اعاده استشفاء تلاقي اللعيب رايح الجيم وبيروح. يعني انا عندي بنتاج لما بياخد اجازه معلش بقى بدات اشوف بيروح يقوم عامل الاستشفاء في حته لوحده، وهتلاقي كل اللعيبه دي بكره لو واخدين راحه رايحين بيعملوا استشفاء لوحدهم يستعدوا للمباراه اللي جايه. كل دي عوامل الحمد لله تؤدي للنجاح. طيب كابتن احمد، اخر مستجدات ملف عواد. يعني الموضوع قريب ان شاء الله، مجلس الاداره يعلن عنه ان شاء الله. ايه موضوع ايه؟ مش فاهم موضوع ايه، موضوع كبير قوي. موضوع عواد يعني ان هو وضع عواد حول للتحقيق، وده موضوع مع المجلس هيدي قراره، واحنا دلوقتي كسبانين مش عايزين نبص للنقطه اللي هي الرتوش، ده شيء وارد، وعواد ابننا وجزء من النادي وحقق بطولات معانا سابقه، وحقق بطولات مع المجلس دوت في ماتش بطوله افريقيا، السوبر الافريقي، كاس مصر، فكل الحاجات دي ان شاء الله يبقى ليها دور باذن الله. طيب عملتوا ايه في القيد؟ محمد بيسالك. لسه يا رب، احنا دلوقتي مركزين الدوري كل 4 ايام مباراه. ما حدش يتوقع ان نادي الزمالك يفوز 8 مباريات متتاليه ورا بعض، ودي ما حصلتش من فترات كبيره جدا، وده كويس. فده اللي قاعدين بركز فيه. اما تخلص ان شاء الله البطوله هيبقى عندنا ناس خدت خبره قبل كده من مجلس الاداره ان في قيد اتفك اكتر من مره، لكن المره دي الظروف صعبه شويه، لكن ان شاء الله كلها تتحسن زي ما حكيت لك النهارده برئاسه الشرفيه والدعم بتاع الاستاذ ممدوح عباس، هو محب نادي الزمالك، والسياسه الاقتصاديه اللي عملها مجلس الاداره. ان شاء الله البطولات لو حصلنا عليها كل دي ان شاء الله بتدي لتفاؤل كبير جدا الفتره اللي جايه. طيب من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، الناس برضو بتسالك فيها، ال6 ماتشات او 7 ماتشات، هل او موعد اعلان معتمد جمال مديرا فنيا بقى مع الزمالك بصفه مستمره؟ لا، موجود واستمر، ومجلس الاداره خد قرار رسمي خلاص، والموضوع منتهي. خد قرار رسمي باستمرار معتمد جمال. موجود من زمان وكل حاجه. تمام. خلاص بقى 6 ماتشات وعندنا افريقيا. بشكرك. يعني هيتم الاعلان رسمي امتى ان شاء الله؟ اعلان رسمي خلاص اعلنا من فتره، استمرار بتاعت امتى؟ اعلان رسمي. لا رسمي لامتى؟ ها؟ حسب التفاوض في العقد بقى، ممكن الموسم الجاي كمان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا ناخد كل حاجه في وقتها. احنا دلوقتي من الماتشات اللي ورا بعض ديت والدوري، وداخلين على دور الثمانيه في بطوله افريقيا، واملنا ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا وبطوله الدوري. ده الهدف الرئيسي حالي. وطبعا في دلوقتي اداره قضيه موجوده تخطط للموسم اللي جاي. جون ادوارد عامل شغل جامد يا كابتن احمد. طبعا، امال ايه؟ ايوه. خد بالك ان القصه كلها توابع. يعني النهارده القوام الاساسي بتاع الفريق الحمد لله القديم بيلعب، وبيتحط عليه اضافات زي الفينا وزي عدي وزي مثلا احمد ربيع وصباح ومحمد اسماعيل، دي بظاهر اضافات. لكن النهارده القوام الاساسي عندنا الماتش اللي فات كان صبحي بيلعب، ومحمد البفرايط وحسام عبد المجيد وبنتايج وفتوح ومحمد شحاته وناصر المنسي. كل ده هو الحمد لله، يعني الاحلال والتجديد ماشي. بشكرك يا كابتن. محمد السيد ومحمد ابراهيم والمجموعه الناشئين اللي طلعوا، اللي المجلس الفتره اللي فاتت دي عدل لهم، عمل لهم عقود محترمه وخدوا دعم من المستشفى. هو مين معاك؟ مين معاك؟ معايا محمد اسكلم محمد طارق. يا محمد يا طارق. يا مهيب، اخبارك ايه يا رمضان كريم؟ على الله اكرم يا حبيبي. عامل قلق انت يا محمد، عامل قلق انت. وانت يا ابني بتدور على المشاكل على طول، يا عم بيودينا في المكسب. محمد وحشني والله. مبروك. الحمد لله، ربنا يا رب مبروك لينا كلنا، وان شاء الله تفضل كده الفرحه والسعاده والزمالك على طول موجوده ان شاء الله. الدخله النهارده كانت جامده قوي قوي قوي. ما جديد يذكر، جمهور الزمالك على طول مبدع، ودي حاجه مش جديده. وخلي بالك برضه في نقطه الناس مش واخده بالها منها. في عمر الدخلات بتتعمل في الماتشات بتاعت افريقيا وفي ماتشات الاهلي والماتشات اللي زي كده. بالظبط. عملنا ماتشين ما شاء الله. جمهور الزمالك ماتش 6 عامل دخله، النهارده ماتش الاتحاد عامل دخله كبيره جدا، مساحه اكبر. فما شاء الله الناس دي بصراحه زي ما كابتن احمد قال بتعمل مجهود جبار. النهارده بتفطر قبل الماتش زي الماتش اللي فات. زي ما كابتن احمد قال هم اللعيب رقم 1، هم سبب كبير من الحاله اللي حاصله للنادي بشكل عام. اتمنى ان كلنا ناخد نفس الهدف بتاعهم اللي هو هدف العيله، هم
المجموعه بصراحه يعني كلهم على طول على قلب رجل واحد، فبيظهروا بالشكل الحلو اللي بيظهروا بيه على طول. وهم في فرق بينهم كبير وبين كل الجماهير الانديه الثانيه، واتمنى لهم على طول كده يبقوا على طول باحسن صوره باحسن حال ان شاء الله، ويبقوا هم سبب انتصارات النادي على طول. انا نفسي بقى يبقى معاكم بقى في العربيه بقى الماتش اللي جاي بقى، هاني شكري وهشام نصر والناس تبقوا مع بعض كده، تبقوا 4 5 كده مع بعض. كان معانا النهارده في التنافس هاني بيرزي وهاني بيرزي نفس الوضع. اه احمد خالد كان موجود ورامي كان موجود، اغلب المجلس النهارده كانوا موجودين، زي ما كابتن احمد قال برضه كان معانا استاذ محمد الاسكندري وكان معانا استاذ ايهاب مفتوح. في حاله حب ان شاء الله، زي ما بقول على طول الزمالك لما توفر له جزء قليل من الاستقرار بيقدر يروح لحته بعيده ويظهر بالصوره الحلوه اللي احنا شايفينها دلوقتي. يا رب تفضل السعاده والفرحه دايما في النادي ان شاء الله. ولازم يبقى في دعم من مجلس الاداره للجماهير، لان الجماهير وقفه كبيره جدا جدا جدا، وكانت اللعيب رقم 1 للزمالك النهارده. جمهور الزمالك على راسنا كلنا ويستاهل كل حاجه، لان هم سبب كل حاجه حلوه بصراحه. بشكرك محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومبروك للزمالك وبالتوفيق إن شاء الله. وإن شاء الله يعني الكونفدرالية يعني أنتوا والمصر إن شاء الله توصلوا للنهائي بإذن الله. ان شاء الله مش هينفع نوصل النهائي. ما أنا ماشي خلاص، يعني أنا بتمنى فرقة من الاتنين توصل للنهائي الزمالك ان شاء الله ياخد البطوله السنه دي باذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. بشكرك أستاذ محمد وكابتن أحمد، وبالتوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك. يعني كل الناس بتطالب بعمرو الدرديري. عمرو الدرديري مطلب جماهيري، عايزين منه ايه؟ عايزين من عمرو الدرديري ايه؟ هجيبه لكم دلوقتي، هنقرا رسايلكم. ومبروك للزملكاويه ومبروك للاهلاويه، وزي ما قلت لكم كل الجماهير دلوقتي وعندي على اللايف بتقول لي هات عمرو الدرديري، هات عمرو الدرديري. هو ايه علاقه الاهلي بالموضوع؟ مبروك للزمالك، الاهلي مان. مش الاهلي لعب امبارح وكسب يا جدع انت؟ امبارح ده امبارح احنا خلينا. طيب ما انا ما طلعتش امبارح، انا طالع النهارده. مبروك للاهلي غصب عنك يا عمرو يا درديري. ليه يعني كده مبروك عشان كسب، مش كسب امبارح يبقى مبروك للاهلي امبارح ومبروك للزمالك النهارده. ايوه احنا اولاد النهارده. مبروك للزمالك. يا سلام يا اخويا، يا سلام يا اخويا. كسبت الرهان من هشام حنفي. كسبت هشام حنفي وهاخد منه ال1000 جنيه باي شكل. يبعتها لك بقى انستا باي، يبعتها لك. يا كابتن هشام يا حنفي هات ال1000 جنيه احسن لك. كابتن هشام حنفي، نداء من عمرو الدرديري الكائن فيه. انت ساكن فين يا عمرو؟ مدينة نصر. في مدينة نصر. الكائن في مدينة نصر، حضر ال1000 جنيه وبعتها له لحسن شكله كده هيفضحك من الاخر ومش هيسيبك. مش هسيبه عمرو والله العظيم يا هشام، ابعت 10000 جنيه واخلص. مش هسيبه. لا 7000، يبعت 7000 على ال7 ماتشات. يبعتهم ديبوزيت. ماشي. مبروك يا عمرو يا النهارده الفوز، وكان فوز صعب على فكره. الاتحاد عمل جيم عالي، وكان قفشه هيعمل القضيه تاني، وكانت الليله هتبقى ليله يا عمرو يا درديري. دي احلامكم. قفشه النهارده كان ما كانش ليه مفعول اصلا. قفشه قفلنا على قفشه النهارده. طب بذمتك ركبك مش بتخبط في بعض وانت بتسمع اسم قفشه؟ ليه؟ قفشه ده حبيبي وانا بحبه، ولاعيب كويس ولاعيب محترم. كان هيعملها النهارده يا عمرو. خالص. كان هيعملها يا عمرو النهارده يا عمرو. ولا عندنا اي شك ان احنا هنكسب المباراه. ليه بس؟ قوانين واقوياء وعندنا ثقه في نفسنا ونازلين كسبانين، وفي الدقيقه 10 الدقيقه 11 جبنا هدفنا ونمنا عليه وضيعنا فرص بالجمله. ده على اساس ان الاتحاد ما ضيعش. الاتحاد ضيع. ده النهارده اللي واخد مان اوف ذا ماتش المهدي سليمان يا حبيبي. يا باشا المهدي سليمان طبعا نجم وحارس مرمى كبير، لكن في نفس الوقت الزمالك ضيع فرص بالجمله. محمد شكري بيقول لك الاهلي لسه مواجهته مع الزمالك في الدوري. يا باشا هاتوا لنا الاهلي الان، عايزين الاهلي الان. بلاش انت، هاتوا لنا الاهلي الان. ما بلاش انت يا عمرو. لا ما تقلقش. ده انت قبل كده ما انت فاهم اللي حصل. بزيرة موجود والدنيا حلوه ومفيش اي مشكله عندنا. برضه بزيرة موجود والدنيا حلوه. طيب خلاص. انت حر بقى، انت حر. يا باشا عايز اسالك سؤال، هو في اهم من بزيرة دلوقتي؟
سؤال يعني. برازيلي اصلي. امال امام عاشور ايه؟ برازيلي اصلي. امال امام عاشور ايه؟ برازيلي اصلي مش تايواني. مش تايوان يعني على قصدك على مين؟ بزيرة. بزيرة، ماشي، يعني ما بتلقحش على حد يعني. برازيلي اصلي مش تايواني. ماشي. يعني الدوري صعب؟ ايه يا كابتن بتقول ايه؟ الدوري صعب يا عمرو؟ الدوري صعب جدا السنه دي، وده احنا قلنا الكلام ده من البدايه ان الدوري الاستثنائي السنه دي صعب جدا جدا جدا. شايفين منافسه ثلاثيه، وكانت رباعيه تحولت لثلاثيه، لكن منافسه قويه وحلوه وممتعه. الدوري ممتع جدا. اعتقد الست مباريات الاخيره في الدوري هتكون صعبه جدا لثلاثي القمه. الزمالك طبعا المتربع على القمه بجداره بقياده معتمد جمال، ونادي بيراميدز الثاني، والنادي الاهلي الثالث. طيب قاعد في الدور الثالث النادي الاهلي. عمرو درديري يصرح تصريح مهم جدا: احضروا لنا الاهلي الان. هاتوا لنا الاهلي الان، احنا جاهزين. عشان ايه بقى؟ جاهزين، عايزين نكسب الدوري. احنا ناس عايزين نكسب الدوري. بنلعب على البطوله. بنتحدى الصعاب. نادي الزمالك نادي بطولات، وزي ما احنا قلنا من بدايه الدوري قعدت تقول لي بتلعب على المركز الثاني. طب بتلعب على المركز الثالث؟ لا اصل بيراميدز خد مكانكم. لا اهدى على نفسك، وابلع ريقك. محدش خد مكاننا. اهدى لسه بدري، ده فرق 3 نقط يعني ماتش، لسه بدري على الكلام ده. مش كده، ما عملناش حاجه. لا انت بقى، انا كده هجيب لك ايهاب الخطيب بقى، شكلي كده بقى. انا شكلي هجيب لك ايهاب الخطيب. لو جه هقول له بسم الله الرحمن الرحيم. قفشه التحداوي والله العظيم. طب خليك معايا يا عمرو، ثواني خليك معايا، ما تقفلش الهاتف. احنا دلوقتي يعني تصريح مهم من عمرو الدرديري، قال لك احضروا لنا الاهلي الان، وده تصريح مهم جدا جدا. هنشوف بس ايه عم ايهاب الخطيب ما يكونش نام، ده بينام بدري الساعه 12:30. لا احنا على الهوا يا استاذ ايهاب يا خطيب، احنا على الهوا دلوقتي، ومعانا على اللايف يعني، ومعانا الاستاذ عمرو الدرديري، وبيقول يا ابني انت معايا ولا بتعمل ايه؟ بتسلم على مين؟ انا معزوم على السحور، معايا الاستاذ مجدي الجلاد، ومعايا اخوك وائل طه، بس انا داخل معاكم على الهوا طبعا ما اقدرش اسيبكم. طيب سلم على الناس بس. ما انا ما اقدرش، ما هو عمرو حكمها، عمرو الدرديري حكمها وقال لك احضروا لنا الاهلي الان. قول له رمضان كريم يا استاذ عمرو. يا عمرو سامع؟ وهو الاستاذ عمرو من حقه يقول كده، ومن حقه يحس بالناس وعادي خالص. ايوه، لكن الاهلي وضع تاني خالص. انا قلت لك من يضحك في النهايه يضحك كثيرا. انا وانت حذرته المره اللي فاتت، قلت له بلاش التفاؤل اللي بزياده. الزمالك ماشي كويس وكل حاجه، لكن لسه الدوري طويل، وفي الاخر الدوري محسوم للنادي الاهلي، بس عشان نبقى احنا واضحين. رد يا عم. اضغاث واحلام. احنا بتوع النهايه. يا ابن اللعيبه. براحتك انت، شوف الناس، احنا ما بنحلمش، احنا بتوع الواقع. انت دلوقتي اللي ماسك حاجه مش بتاعتك، تحتفل بحاجه مش بتاعتك، فرحان زي الدوري، زي دوري السنه اللي فاتت، رايح تتضامن مع بيراميدز، ورايح تعمل كذا ورايح تعمل كذا. مفيش، مش مفتوح من الاول. فرقه راحت ترقص في الملعب وهي مش كسبانه، وفرقه الثالث راحت تتضامن وهي مالهاش علاقه بالدوري عشان تبوظ الدنيا. والسنه دي بتلعب كويس، حافظ على فرقتك يا باشا. على فكره انتوا اللي بتوقعوا الفرقه، انتوا اللي بتفرحوا بدري وتوقعوا الفرقه. فرقتكم تسندوها وتبقى انت واثق انك تقدر تاخد الدوري. انما انت بتفرح لك ماتشين عشان عارف ان انت في الاخر بتفرح لك ماتشين عشان انت عارف ان في الاخر مش هتكمل الفرحه. طب انا عايز اسالك سؤال يا ابو. اتفضل يا حبيبي. هو انت لما تكسب ماتش ما بتفرحش؟
لا انا البطوله بصراحه اذا كان انتوا فرحانين بقرار انت بتكسب انت انت فرحان بتكسب. بقرار لا المحكمه الرياضيه. ما حصلش لان ده طبيعي. مين اللي عمل؟ قول لي فلان عمل احتفال، ما نبقاش كلام في المطلق. مين اللي عمل احتفالات؟ جمهوركم عمل بصفحه احتفالات. ولا جمهورنا احتفل بصفحه واتقفلت. احتفل على حاجه احنا احتفلت بيها وقتها. بتحتفلوا بحاجه اخدتوها السنه اللي فاتت. خلاص خلصت خلصت ايه يا باشا؟ طيب وانتهت. بقى عايز ثواني يا عمرو، عايز اقول لك يا ايهاب، جماهير الاهلي مش راضيه على اداء النادي الاهلي. ما حدش راضي عن اداء النادي الاهلي ولا حتى اللعيبه، لكن اهم حاجه دلوقتي تلعب على المكسب وتلعب على النقاط. تمام. هيجي والدنيا هتتعدل. لكن في فتره كده انت من حقك فيها تتصرف صح، فانت بتتصرف صح انك بين نقاط، وهو ده اللي مطلوب دلوقتي. يا بابا يعني الراجل المدرب اسلام فتحي بتاع المقاولين امبارح مع احترامي يطلع يقول فرقه ملط. اما تبقى فرقه ملط وما جاتش ومش راضي عن ادائها وكسباك 3، يبقى الفرقه الجامده تعمل فيك ايه؟ عيب بقى، ده انتوا مدربين كوره وبتتكلموا كوره. ولازم تفهموا تتكلموا كوره ازاي. هو بيقول فرقه ملط على اللي حصل بس. لا يا عمرو ما تبررش يا عمرو، عمري ما الاهلي كان فرقه مالطه يا عمرو، الاهلي فرقه كبيره مع احترامي لاي حد. وفرقه ما نهرج، ده ما يتقالش على النادي الاهلي، ده النادي الاهلي، بقى فكل واحد يتكلم على قده. ده النادي الاهلي ما يتقالش عليه ابدا كده. ولا حد ينفع يقول على الزمالك كده ولا الزمالك الله، ولا الاسماعيلي ولا المحلي، وحتى الاسماعيلي في اسوأ ظروفه ما يتقالش عليه كده. ولا اي فرقه كوره في الممتاز ينفع نقول عليها كده يا جماعه. عيب. ايوه عيب. تمام. لكن في الاخر الدوري حلو، الدوري فيه سخونيه. الماتشين اللي فاتوا سمعونا صوت استاذ عمرو الدرديري، وهكذا الدنيا حلوه يعني. يا عمرو رد عليه يا عمرو. انت بس عايز ترد يا عم عمرو، كل سنه وانت طيب يا عم عمرو وقع مننا عمرو. ايهاب خليني اقول لك ايهاب بجد يعني، رغم مكسب الاهلي امبارح، لا الاهلي فيه حاجه. انا معاك يا مهيب، بقول لك الاهلي مش في افضل حالاته، لكن وانت مش في افضل حالاتك حافظ انك تكسب وتكمل في السباق لغايه ما تعدل نفسك. ما تقدرش تعمل الحاجات دي غير الاهلي. طيب انا عايز يعملها غير الاهلي. ما اتضايقتش النهارده لما شفت مستوى قفشه؟ يعني افضل من لعيبه موجوده بتلعب اساسي. انا افرح لقفشه جدا، قفشه لعيب كويس جدا، لكن برضه قفشه لعب وخد فرص في الاهلي في الفتره اللي فاتت ما عداش بالشكل ده، صح ولا غلط؟ بس كان بينزل ربع ساعه تلت ساعه. لا ما كانش دائم المشاركه يا ايهاب، خلينا واقعيين. لا الفتره اللي فاتت قبل ما يروح للاتحاد شارك في كذا ماتش، لكن ما ظهرش بالشكل المطلوب. قفشه لعيب كبير جدا، ولعيب عنده خبرات رهيبه جدا، ولاعيب خلي بالك اللعب في الاهلي والزمالك غير اللعب في اي حته، مع احترامي لكل الانديه. يعني ممكن في الاتحاد ما يكونش عليه نفس المهام اللي عليه فرقه زي الاهلي. الاهلي انت مش مطلوب تطلع تهاجم بس وتشوط لك كورتين وترقصك، لا، عندك دور دفاعي وعندك دور تكتيكي لازم تقوم بيه. فدي يعني واحد بيقول لك ايه رايك في زيزو؟ زيزو لعيب كويس، ممكن انا شايف انه عنده احسن من كده، لسه ما ظهرش مع النادي الاهلي. لعيب كبير لكن مش حاله بس. قال لعيبه كتيره جدا يعني مش موفقه لسه، لكن كل ده اكيد هتحصل له استفاضه. خلي بالك يسترب غير مقنع الى الان، خلينا واضحين، حتى غير مقنع في سياسه تدوير حراسه المرمى. لا كسب الشناوي ولا كسب شوبير، يعني فلسفه غير مفهومه في وقت صعب جدا. قد يكون يسترب مش موفق او اقل من الطموح، لكن حتى هذه اللحظه برضه ماشي في بطولاته. يعني ماشي عنده الدوري، عنده لسه افريقيا. يعني الكلام بدري قوي لما انت لسه في المنافسه، ده انت في عز المنافسه. طيب هو دلوقتي الاهلي هيلعب ماتشين بدون جماهير. ماتش واحد بدون جمهور. ايوه، التاني ايه بقى؟ التاني مع الايقاف. يعني مع ايقاف التنفيذ. مع ايقاف التنفيذ. ده تم حسمه ولا لسه؟ مع ايقاف التنفيذ. اذا ايوه القرار باين، ما هو باين كده. ما انا معاك، بس لسه في اجتماع للجنه هي اللي بتقرر، خلي بالك. ايوه بس انا بقول لك هو هيبقى، لان خلي بالك انت كل اللي حصل في المغرب ده واللي شفناه وخد ماتشين، انت في الاخر اللي عندك فعليا شويه ازايز ميه، المفروض ولا ايقاف ولا ماتش لما تمشي على اللائحه. لا 15000 دولار زوجات ميه، هي دي اللي احنا شفناها. 5000 دولار كمان عشان الليزر، واقول لك ماشي، ايه تاني حصل؟ الايقاف في وقت صعب، ماتش الترجي ماتش برضه غلط. ماتش صعب وايقاف صعب، لكن انت برضه ما استخدمتش
انت خدت الموقف بشده. انما اللائحه بتقول $15,000 للمياه زجاجات المياه، واللائحه بتقول $10,000 للليزر. هات لي حاجه ثانيه بقى. تمام. فهي بس العقوبه مغلظه، وانت فاهم بعد سيطره الاتحادات الاخرى على الاتحاد الافريقي يعني. ايوه ومن باب المجامله وخلافه. لكن انت متخيل اللي حصل في ماتش الجيش الملكي هناك؟ يتاخد ماتشين وده يتعمل زيه بالظبط؟ لا طبعا. فطبعا يعني نوت فير. بشكرك يا ايهاب، بشكرك يا ايهاب. كل سنه وانت طيب. عايزين نطمن على الاستاذ عمرو الدرديري والنبي. والله اطمن عليه، احاول اطمن عليه. نقفل ونطمن عليه دلوقتي. هحاول اطمن عليه والله. انت رحت فين يا عمرو؟ والنبي يبقى خلي هشام حنفي يبعت له. شوف عمرو الدرديري والنبي يا جدعان يطمنا واحنا هنكلمه دلوقتي. طيب، ويبقى شوف هشام حنفي يديله ال1000 جنيه بعد اذنك. حبيبي ماشي. سلام يا سلام يا. طيب ايه رايك في الزمالك؟ الزمالك طبعا عنده نشوه كبيره جدا 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 يا عم شاكر، لكن النهارده الاداء ما كانش احسن حاجه، والدليل على كده خروج لعيبه الزمالك مش مبسوطين. يعني لعيبه الزمالك النهارده خارجين كلهم بيكلموا بعض. يعني الكره اللي ضيعها بزيرة ضيعها في وقت صعب جدا، اهداء محمد السيد ضيع فرصه غريبه عجيبه. الحاجات دي يا جماعه يعني كان ممكن الاتحاد يتعادل في اخر ثانيه. عبد الرحمن مجدي، يعني انت لازم الجون بتجيبه بتغطي اهدار الفرص الكبيره جدا. عدي الدباغ نزل تلت ساعه ضيع فرصتين، بزيرة ضيع، محمد السيد ضيع، يعني فرص كتيره جدا ضاعت، وكان يعني هيدفع ثمنها نادي الزمالك وجماهيره غالي جدا. النهارده محمد شحاته اللي عمله مش مفهوم. محمد شحاته كان هيبوظ المباراه النهارده على نادي الزمالك. يعني محمد شحاته كان الماتش اللي فات كان وحش جدا، الماتش ده كان بادئ كويس، لكن انت بتاخد الكوره وبتقعد تجري بيها، خرجت من فلسفه اللعب نص الملعب. انت نص الملعب سلم واستلم واجري واقطع واعمل، انت ليه واخد الكوره عمال تجري بيها؟ وعملت فاول غريب عجيب كان ممكن يكلفك كتير. يعني كان الزمالك كان ممكن يركب الماتش بال11 لعيب قدام 10، كان الموضوع هيبقى مختلف تماما. لكن انت قاعد لحد اخر ثانيه على اعصابك، وخليت كل جماهيرك وفرقتك في تنشنه وقاعدين لحد اخر ثانيه. ونجم المباراه النهارده هو المهدي سليمان، وقفشه كاد ان يفعلها مره اخرى بقضيه كانت هتبقى صعبه جدا جدا جدا، ما كناش هننام النهارده. لكن مبروك لنادي الزمالك الفوز، وجماهيره تستحق كتير جدا 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 تشجيع لحد اخر دقيقه بحماس. يا عمرو، ما انت رحت مننا فين يا عمرو؟ بنطمن عليك بس عشان اسلم عليك. ايهاب قال والنبي يسالوا على عمرو الدرديري يشوفوه فين. لا، ده انا كنت بفتح مدرسه الفن والهندسه. يا سلام يا سلام يا سلام. رايح افتح الباب بتاع مدرسه الفن والهندسه. سلام يا عمرو، والله يا الله. يعني مش عارف اقول لك ايه، بس ان شاء الله تدوم كده باذن الله، وتفضل على كلامك وعلى موقفك وعلى وضعك. يا باشا احنا الزمالك، احنا نادي بطولات، ايه المشكله؟ طيب اي مشكله؟ احنا بنلعب على بطوله وفرقه ثابته، وادائنا وترمومتر ادائنا ثابت. والحمد لله عملنا تجربه مهمه جدا في كره القدم المصريه. ان شاء الله تسري المنتخبات في الفتره القادمه، تجربه الناشئين ابناء النادي، واثبتوا كفاءه واثبتوا جداره، والدنيا ماشيه كويس، وده طبيعي. ده الوضع الطبيعي بتاع نادي الزمالك. كان معايا كابتن احمد. النهارده ملحمه جمهور نادي الزمالك، ملحمه في الملعب. طيب اكبر عدد جمهور النهارده في حضر مباراه النهارده نادي الزمالك. تمام. عمرو، كنت بسال الكابتن احمد سليمان على عواد، قال لي هيتم حسم موقفه من قبل مجلس الاداره. سالته على التجديد او اعلان ان معتمد جمال بقى رسميا ممتد ومكمل مع نادي الزمالك. قال لي كل ده يعني خدناه، بس طبعا انت عارف الوقت صعب جدا. مظبوط. نادي الزمالك تقريبا استقر على ان معتمد جمال يستمر في مهمته ويكمل مهمته كمدير فني للنادي، ويمكن في تناغم ما بين الجماهير وما بين مجلس الاداره حول بقاء معتمد. الكل مستقر على استمرار معتمد على الاداء الجيد اللي بيقدمه نادي الزمالك والكره
الحديثه المحترمه اللي بيقدمها، واعتقد ان مفيش اي خلاف على ده. ايه رايك في مستوى النادي الاهلي امبارح امام المقاولين يا عمرو؟ بص، النادي الاهلي عنده خلل، يعني خلينا نتكلم بواقعيه، والله مش عشان زمالك ولا احنا بنتكلم بامانه. ده مش مستوى ولا ترمومتر اداء النادي الاهلي. أيوة. اداء النادي الاهلي المفروض افضل من كده بكتير جدا جدا جدا. اداء النادي الاهلي في لوغاريتم غريب جدا. مستوى الاداء منخفض. معظم اللعيبه النجوم الكبار مستواهم منخفض. النهارده فين زيزو ابو 150 مليون؟ فين؟ مستواه مش هو ده زيزو، مع كامل احترامي يعني. اللهم امام عاشور وتريزيجيه هم اللي شايلين فرقه النادي الاهلي. بس خلي بالك زيزو لعيب كبير ويصنع الفارق. يا باشا لا نختلف، زيزو طبعا لعيب كبير، ما كانش يختلف في ده، بس انا بكلمك فين مستوى ادائه مع النادي الاهلي؟ مش هو ده. مش هو زيزو ما جابش مستوى مع النادي الاهلي. ده كلام يعني القاسي والداني واخد باله منه، يعني انا مش بقول حاجه ما حدش عارفها. كان في حد بيسالك بيقول لك ايه رايك في بن رمضان؟ محمد بن رمضان لعيب كبير طبعا، لعيب مهم جدا، بس حتى الان مش لاقي نفسه في النادي الاهلي. ايوه، محمد رمضان احسن من كده بكتير. ايوه، يعني محمد رمضان لما كان في الترجي في عز مجده كان لعيب كبير وفورمه عاليه ولاعيب مهم جدا، لكن محمد بن رمضان برضه حتى الان مش لاقي نفسه في النادي الاهلي. تمام. بشكرك يا عمرو، مبروك النهارده، هتنام مبسوط انت وهتتسحر. هتتسحر ايه يا عمرو؟ هتسحر ايه؟ سوشي طبعا. سوشي؟ يا نهار ابيض. انت فاكرني زيك باكل فول وطعميه؟ لا انا باكل سوشي. الله 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 الله. ايه يا عمرو ايه اللي بتقوله ده يا عمرو؟ ايه يا حبيبي؟ باكل سوشي، انت فاكر ايه؟ كل يوم بتتسحر السوشي؟ سوشي سوشي. يا سوشي يا سوشي. بمناسبة السوشي دايما الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الفاخري دايما كان يكلمني من اسبانيا فيطلبني، يقول لي انت فين يا دردير؟ اقول له انا في القاهره يا ريس. فيقول لي انت بتفطر ايه يا دردير؟ اقول له بفطر سوشي. برضه؟ يقول لي سوشي يا دردير. سوشي؟ اسمه سوشي. بتاكل فول وطعميه، انا باكل سوشي. لا سوشي برضه؟ سوشي سوشي سوشي. انا ما اعرفش السوشي ده شكله ايه اصلا. لا والله. طب قول لي بقى تتسحر ايه بجد بقى؟ لا اتسحر على السحور المصريين الشرفاء المحترمين. مصر كلها بتاكل فول وطعميه وبطاطس وبيض. ايوه هو ده سحورنا. حبيبي يا دردير، حبيبي يا دردير، وبالتوفيق والف مبروك. الف مبروك حبيبي، الف مبروك. شكرا عمرو الدرديري، طبعا النجم الكبير اللي مشرفنا ومنورنا. يعني مداخلات مهمة جدا، والنهارده فرحة الزملكاوية كبيرة، امبارح فرحة الأهلاوية كانت برضو يعني معقولة. جماهير الأهلي زعلانة شوية من أداء النادي الأهلي. واحد بيقول لك اعزمني يا درديري. محمد شكري. يا هاني عصام ناقدنا الرياضي بقى، اللي بيجيب الآخر بقى، اللي بيقول لك على طول الأخبار والكواليس. ودي يا معلم. ازيك يا هاني؟ حبيبي يا كابتن، عامل ايه؟ عامل ايه؟ وحشنا يا هاني. كل سنه وحضرتك طيب. ما جيتش ليه تتسحر معانا انا ويحيى ووليد؟ ما قالوليش يا كابتن، ما قالوليش. وعبد الرحمن ما قالوليش حاجه. ضحكوا عليك يا هاني؟ ولا قالوا اي حاجه خالص. كانت القعده عايزاك يا هاني والله. حبيبي يا كابتن، عامل ايه يا ابو حميد؟ اديني بقى الاخبار على طول، خش في السريع. عواد معتمد الدنيا فيها ايه؟ يلا. بص يا كابتن، رقم واحد، ناس كتير بتسال عواد ليه ما نزلش جماعي التدريبات الجماعيه لحد دلوقتي. ايوه. محمد عواد الشؤون القانونيه في هو اظلم اقواله في الشؤون القانونيه. ايوه. مستنيين كابتن عبد الناصر محمد كمان هو يقول اقواله، لان الواقعه مرتبطه باللي حصل في ماتش كايزر تشيفز هناك واللي حصل مؤخرا، الواقعتين مع بعض. فالتحقيق مرتبط بالواقعتين، زي ما عواد ادلى باقواله ففي فرد او اثنين تاني في الفريق هما الاثنين كمان يقولوا اقوالهم قبل ما تقول القرار بشكل نهائي. بس كزمالك، الزمالك ما عندوش مشكله. الزمالك يعني فاتح الباب لمشكله عواد تتحل. عواد متغرم كام؟ عواد متغرم 400 في 400، يعني بتتكلم في 800,000 جنيه. وهو عواد كان يعني اعترض على الرقم. فالفيصل في الموضوع الشؤون القانونيه اللي هو بيتحقق في الموضوع بشكل كامل. ده يحققوا مع نهايه الموسم، بعد نهايه الموسم يعني، ولا ايه يعني؟ لا هو بص، انت قلت
انت خلاص قلت اقوالك، المفروض خلاص القصه بقى تتحل، باقي الناس تقول اقوالها تفتح تقفل التحقيق واللاعب يرجع التدريبات. فاللي هو عواد نفسه منتظر تليفون من نادي الزمالك، تعالى يا عواد خلاص هتنزل التدريبات الجماعيه. من ضمن الحاجات الثانيه يا كابتن احمد حمدي. ماله؟ هقول لك على مفاجاه في قصه احمد حمدي. قول لي من الاخر. قول لي. نادي الزمالك عندهم يعني اعلى من الاحساس شويه ان احمد حمدي مضى في نادي تاني. اللي هو مين؟ هم مش عارفين، بس هم حاسين ان احمد حمدي مضى في حته تاني. بيراميدز. وحاسين هو اسم بيراميدز على فكره. انا سالت يا جماعه طب هو بيراميدز؟ قالوا يعني ايه ما نقدرش نتاكد بنسبه 100% ان هو بيراميدز، بس هم عندهم احساس ان احمد حمدي من الاخر يعني الماتشات اللي بقى دي في الدوري عايز يلعبها يجهز نفسه لنادي تاني. لا ما احنا مش الزمالك مش فاضي يجهز حد. بالظبط، دي نقطه. النقطه الثانيه هو الكابتن معتمد شايف ان انا عندي احمد ناس في نفس مركز احمد حمدي. احمد فايز بيقول لي البنك الاهلي. انا شخصيا هكلمك بصراحه ما حاولت اوصل لاسم النادي ايه ما وصلتش، بس بنسبه كبيره هو هنا في مصر. يعني مش نادي بره مصر. كاحمد حمدي كابتن معتمد شايف ان انا عندي ناس بتأدي بشكل افضل منه في التدريب، و يعني خلاص هي هتكون موجوده. لكن احمد حمدي ده من الاخر السبب ان احمد حمدي مش موجود الفتره اللي فاتت ليه؟ يعني مش حاسين ان احمد حمدي هيدي 100% للزمالك. طيب هل سيتم توقيع عقوبه على محمد شحاته بسبب الطرد؟ وفقا للائحه وفقا للائحه اللي موجوده في النادي. على فكره عايز اقول لك حاجه كمان يا كابتن بمناسبه اللائحه، حاطين في اللائحه بند حلو قوي ان انت مثلا لو عليك غرامه لو التزمت والدنيا مشيت تمام وزي الفل على نهايه الموسم ممكن اقلل لك الغرامه. وبمناسبه الفلوس من الحاجات الحلوه قوي 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 اللي عملها الاستاذ ممدوح عباس، الست 7 لعيبه الناشئين اللي هم اتصعدوا للفريق الاول الفتره اللي فاتت، خضري ومحمد ابراهيم وكده، عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ من هنا لحد نهايه السنه، من دلوقتي لحد نهايه السنه كل شهر 50,000 جنيه ليهم كلهم. يعني بخلاف بقى عقدهم مع النادي طبعا هو عمل كده لان عقود ضعيفه، عقودهم قليله. فانتوا بقى بعيد عن العقود حاجه تحفيزيه مني ليكم، وبعيد حتى عن المكافآت اللي هو اللي وصلها للعيبه، لا مني ليكم 6 7 لعيبه دول كل شهر 50,000 جنيه. عارف يا هاني، من الحاجات المهمه جدا 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 في نادي الزمالك الفتره اللي جايه هو اعلان التجديد لحسام عبد المجيد. دي من الحاجات المهمه. يعملوها ازاي بقى انا معرفش، يحطوا بند ان هو لو جاله عقد احتراف خارجي ما فيش مشكله، لكن من الحاجات المهمه لاستقرار نادي الزمالك هو التجديد لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد بقى من العناصر الاساسيه اللي بيتبني عليها الفريق، ودي حاجه مهمه جدا. بص حسام عبد المجيد مفيش مشكله، يعني مفيش مشكله بينه وبين الزمالك على فكره خالص في التجديد. هو متفاهمين في حته حلوه قوي اللي هو انا لو جالي عرض عايز اطلع احترف، وهو كزمالك فاتح الباب. انت لو جالك عرض انا ما عنديش مشكله، اطلع احترف واطلع بره. لكن بقى حته الازمه الماليه يا كابتن الفتره اللي فاتت والمستحق، اصل هم في الزمالك انا كلاعب هاجي اقول لك تعالى جدد ازاي ونتفق على عقدك الجديد وانت اصلا فلوسك القديمه كانت متاخره. لكن هو كحسام عبد المجيد هو التارجت بالنسبه له هو رقم 1 عايز يحترف. بس عايز يحترف عن طريق الزمالك. على فكره جاله 3 عقود في يناير. 3 عقود كانوا من بره، بس الارقام ما كانتش كويسه. فهو اللعيب نفسه تفاهم مع الزمالك اللي هو انا لا مش هينفع اطلع بالارقام دي. فهو عايز يطلع يحترف عن طريق الزمالك. يعني ما فيش مشكله بين حسام عبد المجيد لا 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 خالص على فكره، خالص. عايز اقول لك كمان اتقال الفتره اللي فاتت قال لك احمد عبد القادر مضى، واحمد عبد القادر قعد مع محمد جرايمي وقعد مع الاستاذ ممدوح عباس، واحمد يحيى وكيله قعد وخلص كل حاجه. لما سالت قالوا لي ولا حصلت اي جلسه ولا اي حاجه خالص. بس لو فكنا بقيد احمد عبد القادر يعني بالنسبه لنا اهم لعيب يبقى موجود. طب والقيد ده يا اخويا هيتفك امتى يا اخويا؟ انا كلمت عضو مجلس اداره في نادي الزمالك اول امبارح. ماشي، ومش الكابتن احمد سليمان. الناس كلها تقول لك الكابتن مش عارف، والله ما الكابتن احمد سليمان. قال لي بنسبه 90% القيد هيتفك. بنسبه 90%. يعني طب ازاي؟ قال لي احنا شغالين على 5 ملفات. ال5 ملفات دول بنحاول يعني
نطلع منهم فلوس يا ابن نطلع الحلال، منهم اي يا ابن سيوله الحلال، ماليه. يا ابن الحلال، يعني ايه بنسبه 90%؟ ما هو بص في حاجه اسمها بنسبه 90%؟ ما القيد لازم يتفك، لازم يتفك، ما انت مش هتعرف تكمل في حاجه ولا هتعرف تكمل في بس هقول افريقيا. لك على حاجه يا كابتن، مش عايز اصدمك يعني. انت من هنا لحد نهايه الموسم في قضيتين لسه يعني. بص الزمالك عليه دلوقتي 4 مليون مثلا و200. التقرير اللي عند نادي الزمالك ان مع نهايه الموسم من 5 ل 5.5 مليون دولار. يعني الزمالك لو فاز بالكونفدراليه 4 مليون هيبقى عليه مليون بس كده. يعني ايه الكونفدراليه دي طوق النجاه لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. ففكره ان القيد، لا هم شغالين ان القيد يتفك بس بنسبه 90%. يعني حتى ما قاليش بقى ان هو 100% خلاص القيد يتفك، لا. للامانه يعني ايه. على فكره انت خلاص، انت الموسم بيخلص يا كابتن والسيزون، حتى شركه الكوره لسه انت خدت رخصه والسجل الضريبي بتاعها وكل حاجه، بس لسه لحد دلوقتي شركه الكوره. القضيتين اللي جايين ايه؟ فيريرا؟ لا يا فيريرا خلاص طلعت. عندك قضيه بتاعه كوره مشلاك. ده مشلاك، ده رقم، ده رقم. لا وعندك سامسون اكينونا كمان لسه شغاله، وعندك لعيبه لسه من الصفقات اللي انت جبتها ومشيتها وفسخت القصه دي كلها. فهو القضيتين بتلعب في حوالي مثلا، بص يا كابتن، بتلعب في حوالي مليون ونص دولار لوحدهم. هو بزيرة ممكن السنه الجايه بخ؟ بزيرة جاله 3 عروض. عرض من السعوديه وفي عرض من ليبيا لسه موجود لحد دلوقتي. تمام. بس الزمالك خلاص يعني، هو بزيرة عشان لعب للنادي الاوكراني ولعب للزمالك، فلوائح الفيفا ان انت ما ينفعش تلعب لنادي ثالث دلوقتي. لا طبعا دلوقتي خلاص كل سنه الا لو الدوري الامريكي، لان الدوري الامريكي ده كانه بدايه سيزون جديد. ايوه. بس دلوقتي حتى لو جه عرض بكام لبزيرة مع الظروف اللي الزمالك فيها دي والزمالك بينافس وخلاص، لا طبعا. لكن نهايه السنه انا اقول لك في عرض المفروض جاي لبزيرة، بتتكلم مثلا في رقم 4 مليون دولار ولا حاجه. مناسبه يعني. هيجي له رقم كويس جدا جدا. طيب واحد بيقول لي 2 مليون دولار مكافأة، يعني جايزة الكونفدرالية. لا 4 مليون دولار. لا 4 مليون دولار يعني الكاف زود الكلام ده كان قديم 2 مليون، لكن الكاف زود بقى 4 مليون، وزود برضو دوري ابطال افريقيا. في حاجة تانية هاني عايز تقولها؟ لا تمام يا كابتن. انت وحضرتك لو عندك استفسار اي حاجه. بشكرك يا هاني، بشكرك حبيبي يا كابتن. بشكرك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وانت طيب. لا دوري ابطال افريقيا زاد، ما بقاش 4، بقى تقريبا 7. دوري ابطال افريقيا كام يا هاني؟ بص هو الكونفدراليه 4، دوري ابطال افريقيا مش متذكر بصراحه، بس الكاف يا كابتن لما زود المكافئات بتاعت البطولتين. ماشي. حتى اول سنه المفروض الناس كلها كانت مكافآت افريقيا والكلام ده كله كانت اقل من كده بكتير. بص ابطال افريقيا 6 مليون دولار. 6 مليون دولار. 6 مليون دولار. 6 او 7. 6 مليون دولار والكونفدراليه 4 مليون دولار. كويس. يعني الكونفدراليه دي كان 2 مليون، يعني دلوقتي بقت 4. بقت حاجه محفزه بشكل كبير جدا. بالظبط. ان شاء الله. كل التوفيق. في طياره خاصه للفريق؟ كابتن في طياره خاصه للزمالك هيلعب الاربع مع انبي. بس يا دوبك خلاص هتسافر بطياره خاصه تتدرب هناك خميس وجمعه وترجع السبت. خلاص ادم كايد يعني خلاص تمام. ما هو لعب النهارده خلاص ورجع. محمود جهاد كمان على فكره خلاص بيشارك في التدريبات. عمرو نصر بدا امبارح يشارك في جزء من التدريبات الجماعيه. فالقصه بالنسبه لهم يعني انت قرب السكواد يبقى جاهز كله، مفيش اي اصابات في الفريق الحمد لله. ان شاء الله. كل التوفيق للزمالك في مباراته في الكونفدراليه. بشكرك باذن الله. حبيبي يا كابتن بشكرك يا هاني، شكرا جزيلا. هاني عصام يعني وجبه دسمه من الاخبار ادها لنا هاني عصام. وطبعا وكل الزملاء اللي دخلوا معانا بشكرهم، كابتن احمد سليمان، كابتن محمد طارق عضو مجلس الاداره، وطبعا عمرو الدرديري وايهاب الخطيب وهاني عصام. واشكركم اعزائي المشاهدين والمتابعين، والى لايف اخر ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. يا ريت يا كابتن تطلع على قناه MBC تدي كل واحد حقهم. ما ايه اهلاويتك؟ ما ايه. طيب ده عادل الشعراوي. انا يعني بقرا بعض الرسائل بتاعتكم بس عشان انتوا ليكوا حق عندنا،
وكل سنة وانتم طيبين وسحور. استنى ايه يا عم احمد يا فايز؟ استنى ايه؟ عايز ايه؟ انت عمال تدي معلومات من ساعة ما دخلت اللايف، عمال تقول 2 مليون دولار، لا هم 4 مليون و6 مليون يا عم احمد. هقفل. استنى ايه؟ اكتب بسرعة. هنخلينا 30 ثانية كده. يعني شفنا النضارة عليك تحفة، متشكرين. انا بس عشان اقرا الرسائل والله يا عم محيي. طيب اكلمك خاص. كل سنة وانت طيب. طلبت اكلمك خاص. تنور في اي وقت. حطت علم الاهلي. ماشي. الاهلي فريق كبير، لكن سياسة التدوير في حراسة المرمى تضر النادي الاهلي. في علامات استفهام على بعض المراكز في النادي الاهلي. في علامات استفهام كتيرة وكبيرة جدا 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 على اداء النادي الاهلي، على رتم النادي الاهلي. يعني حتى اما تيجي تشوف الاهداف اللي جابها النادي الاهلي بنتائج مكمل مع نادي الزمالك، هيروح الاهلي ازاي؟ لما تيجي تشوف اهداف نادي الاهلي، طبعا اهداف لازم استغلال الاخطاء الفرديه، لكن يعني حاجات فرديه من امام عاشور وتريزيجيه وطبعا حسين الشحات. لكن مفيش جمل بتتعمل، مفيش تكتيك معين بتفهمه في مباراه الاهلي. ما تفهمش الراجل بيلعب ازاي، ما تفهمش جملته ايه، ما تفهمش هو عايز ايه. حتى خلى ادي شوفوا مستوى شوبير، يعني نازل برضو الجون اللي دخل ده يعني ما يخشش في مصطفى شوبير. فسياسة التدوير دي تضر حراسة المرمى بالكامل، تضر الشناوي، تضر شوبير. فالدوري لسه يعني بدري عليه عشان نتكلم. في 6 مباريات في التصفيات النهائية ضرب نار، مع ماتش انبي ده ماتش صعب جدا. يعني حمزة الجمل واحمد فتحي لا يعني فرقة انبي فرقة محترمة، وتجيد اللعب مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك. خلي بالكم انبي تعادل مع النادي الاهلي في هذا الموسم، فمباراة صعبة جدا جدا على نادي الزمالك. كل المباريات صعبة. فان شاء الله كل التوفيق لكل الاندية، والدوري ما شاء الله مولع نار. والنهارده شفت التحكيم يعني كان موفق يعني الى حد ما بشكل كبير، وان شاء الله القادم يكون افضل، ومباريات كؤوس وكله يعد العده، ولجنه التحكيم تخلي بالها الفتره اللي جايه، ويتحدد من دلوقتي ماتشات الاهلي وبيراميدز والزمالك، وبيراميدز بالاخص طبعا بحكام اجانب ولا لا. من دلوقتي نحسم الموضوع بدري. اشوفكم في لايف اخر ان شاء الله، وبشكركم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.